كيف يكون هذا ممكناً؟ في سن ال40 يسجل كريستيانو رونالدو هذا الهدف المذهل. قد يكون أفضل هدف ستراه في عام 2025. كل شيء يبدأ بتمريرة من الجناح الأيمن. يسيطر اللاعب على الكرة ويتوقف قليلاً ليحضر العرضية بشكل جيد، ونرى رونالدو يقوم بالتحرك والتمركز. يرسل اللاعب العرضية نحو رونالدو. من خلال مسار الكرة لا يستطيع كريستيانو الذهاب بالرأس. يخفف سرعته، يقرأ الكرة بشكل مثالي، ويسجل بضربة مقصية مذهلة حتى في عمره هذا، وينفجر الملعب. المشجعون لا يصدقون ما يرونه. البعض يضع يديه على رأسه، والبعض الآخر يقفز وكأنها نهائي دوري أبطال أوروبا. على دكة البدلاء حتى زملاؤه يبقون مذهولين. إنهم يعرفون أنهم شاهدوا شيئا لا يفعله إلا العظماء في التاريخ. حركة تتحدى الزمن، حركة تذكر بأن الموهبة الخالصة لا تشيخ أبدا. المعلقون يجنون. يا له من هدف في سن ال40. إنه أمر لا يصدق، ومع ذلك فهو حقيقي تماما. لا يزال هو نفسه، لا يزال كريستيانو رونالدو نفس اللاعب الذي اعتقد الجميع أنه انتهى، لكنه يواصل تحطيم كل التوقعات. في نهاية المباراة يبتسم أمام الكاميرات: لقد فعلت فقط ما أحبه. تسجيل الأهداف بسيط، كلاسيكي، أسطوري.